المبدعة صباح صباح الخير. الخير على عيون كل العراقيين. الله يسلمك. طبعا أنا يعني قضيتي قضية رأي عام، قضية نصب واحتيال من محافظ بابل صادق مدلول السلطاني على أطفال الحلة وعلينا. بعام 2014 سوينا مهرجان للأطفال برعايته، خصص كل مهرجان 1.5 مليون، يعني المجموع الكلي 3 ملايين، ومن 2014 لحد الآن فلوسنا ما منطينا إياها. سوينا مهرجانين، المهرجان الأول بمناسبة يوم الطفل اليتيم، المهرجان الثاني اسمه أنا عراقي أنا أقرأ، لتشجيع الأطفال على القراءة، يعني حتى نخليهم يقرون أكثر. وزعنا لهم أكثر من 3000 ومجلة كتاب مجانا حتى نعيد هذا الكتاب. من 2014 لحد الآن الفلوس ما منطيني إياها المحافظ. نروح له يقول تعالوا اليوم، تعالوا باكر، تعالوا بعد اسبوع. اخر شيء ب 2015 رشحتني جمعية الامل على انه امثل العراق في فرنسا قبل يعني 70 دولة، من كل دولة اطفال يمثلون بلدهم. فرحت له للمحافظ قلت له انا ما اريد منك لا دعم ولا شيء، بس انطينا فلوسنا حتى اروح لفرنسا. بدل ما يدعمني بدل ما يشجعني قال لي تعالي باكر. رحت باكر وماكو بعد لحد ما انطانا فلوسنا. اجا السيد العبادي حتى ينقل الصلاحيات لمحافظة بابل. انا ما سكتت، قدرت اوصل له، حكيت له على الوضع الثقافي في بابل، وحكيت له على وضع الاطفال في بابل، وقلت له على قضيتي. قلت له هل يا ترى راح نقدر نبني محافظة ومحافظها يضحك على عقول الاطفال؟ رسالة والعبادي ما قدر يحلها. قال شنو ردة فعل؟ ايش قال؟ اعطيته كل الاوليات وكل الاوراق الرسميه، قال له للمحافظ هذا توقيعك؟ قال له اي توقيعي. طبعا المحافظ كان موجود واقف وياه، قال له توقيعك؟ قال له اي توقيعي. قال له ليش ما منطيهم فلوس؟ قال له الماليه ما منطتني. وحتى العبادي ما قدر يحلها. سؤال اذا السيد حيدر العبادي ما قدر يحل مشكله طفله صغيره، شلون راح يقدر يحل مشاكل الدولة كلها؟ ورسالة إلى صادق مدلول السلطاني، أتحداك على الهواء مباشرة بمناظرة تلفزيونية تقدر تثبت بها أنه أنت ساهمت في إصلاح الوضع الثقافي في بابل، وأنا راح أقدر أثبت لك أنه أنت رجعت محافظة بابل 50 سنة لورا، لأن ما بها لا مقر لاتحاد الأدباء لا مركز ثقافي للطفل. ورسالة آخر شيء، رسالة إلى حاكم فاسد، أنت لا تشبهنا لا في الذوق ولا في العلم ولا في الحضارة. تاريخنا علم وموسيقى وأدب، وتاريخك جهل وخراب وفساد ودمار. مهما كبرت فموطني أكبر، ومهما استطلت فنخلتي أطول، ومن ثمارك أعرفك. فاعطني انتصارا واحدا أو مجدا واحدا فارحل إذن، واكتب في دفتر ذكرياتك إن طفلة بعمر الورد تعلمت من أجدادها القدماء أن تقول لك هذه بلادي وأنت تحكمها، وليست بلادك ونحن نسكنها. شكرا.